بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وعين كتنا كتابك بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه. وعين سوق إنه كتنا كتاب الطهارة بابك قدام بي باب الطهارة، أما كتاب الطهارة بابك قدام بي أنه غني باب الحيض، وإن كوارك دون إن شاء الله تعالى أحكام خصيصة مركا وحوي دقيقة دمركا هي أحكام تكوت على اللغة. وعين كسو قد من الشلي يجبيسيا هي أحكام تلات على اللغة، أما كحرا مركا عفكو جبيسنا يوحو بهي هي شروط كحرا هي أحكام تخصيص. كذا من الإمام كحري رحمه الله تعالى باب الحيض، باب كم واحد جهل دون أحكام تخصيصة دقيقة دمركا نوعية وياهي يوحي لها أحكام تديني جاهي خصيصة. علماءنا فقهاء هي كتبت ودفقه وكاهد لنا حديث بدنا وكسر رورتي لهينا كتاب كيس كاهد لي ودام خصيصة أحكام عبادة خصيصة يمين معاملات خصيصة. هذا الكيس نوع بدني هاي دقيقة جاس أو مركا وحوي أحكام تكون تعلق ذا بدنا أرضيدا آدبو مركا وحوي بالشوين تبع آدبو سجده جلا. وأنا كتاب أنا باب وباهن إنه قفك مركا حقات دراسة يسوي ذا إنه مركا وحيكون سميه، وعن إن شاء الله تعالى تحدونا أحكامته كذبنا حديثته أي مركا حيرا عندنا إنه وقت مركا كود علينا إننا نكونه دقيقة دو مركا كيما دا وحيقيم سمان صدح قيبود بجودها نقيم سمان دي كستا وقفت دو مركا كيما نيا صدح ذا قيبود متكمل وقليه، إما إنه يهديك حياتك ديق عادة معروف كاها ينو يهديك أمول أما ديق أموش كي مادة ينو يهديك دبر فرنا ديق حياتكو وحي علماء ليهين وديق مركا وحوي كوي مادة كصوبح الرحم كصوبحة ومركا وحوي سدا يدا كوي منية تمركنا أي قانون مركا داء معين وكوي مادة داء معين أنا وكتوك سدا وأركض أن أحكام تكون تعلق إيسه، لكن صدح ذا قيبود أيوه قيب سمي ديجي دمر كيمني فروق بنا وده حيسو وكل دويني هاي أما علامات لو كلا قرته يوحياله وكل دويني هاي بجرت كو ميدا بكو كل دويني هاي ديجي نوع عاصي وديجي مركا حيدكو وديجي مدو هل كديجي دبر فرنكو ويهي ديق عصانة وياه ديق حيث كعادده مدى بكيس مدويان، لكن ديق دبر فرن كاهي مدى عسوي حق مركا أضيقا يتلي عنه ديق حيث كو ديق دقويه هل كديق دبر فرن كو يهي ديق تلع سنوية حق أرطة ديق حيث كما عادده وديق أرله أرقرمون له هل كديق دبر فرن كو عنو لهين حق حنشرة وجنا وكل دوي هينو ديجا حياتكم حنشروبه، لكن ديجا دبر فرن كهي مركو صباح وكذب واو حنشروبه فروق النوع عصبة ودحيس فروق النوع عصا أي ودحيس دادا وقفت دمر كجي ماده وحوير بيد هذا العلماء سجال سنة شربة وغير. وحنا يدري هذا الحديث كعائشة إذا بلغت المرأة 9 فهي امرأة قفت دمر هذه سجال سنة قاده وقبل وياه خديجو وحكومي مادة سجال سنة وحكومي مادة حق الدادة ومركب وحوي كوجو وحد ملبا إليه علماء وحد مرها دمر كنا وكل دويهين ووح مركا سامين إسا أبور كودة يديجان كيتشوجان يوحي قوطاني يشغل قبطاني وحلمت كابا سامينس سيدا درادة ديجي حيثكو انتو الصعونة يدأهان ما أفرتن ما كنتن ما لحدن انت بواليلي لكن واحد وقوس قاعد يسمى له وكوكل دوين ان حيث كعفت دمر انت يهليسو علماء ويحي تلمامان ما يهبين باغوير انت عفت دمر عاديه لن كرتو حاغوير يوم وليله وحنا ugu badan inta qofta dumar ay caado ay yeelan karto 15 maalmood iyo habeenadooda 15 maalmood iyo habeenadooda taasoo ka dhigan 15 maalmood iyo habeenadooda
dhiiggii caado hadduu socdo ama dhiiggii hadduu socdo in dhabar furan la xisaabinayo maalinka 16aad dhabar furan in la xisaabinayo oo aan xaydka ila xisaabinaynin sida qaalibka ahna dumarku ama waa 7 casho intay dhiigga leeyihiin ama waa 6 casho weeyaan ama waa 7 casho ama waa 6 casho inta kale markaa daahir bay noqonayaan dhiigga umusha ama nifaasku isagana waxa ugu yar hal mar hal bitaaco majja ama laxda ay fuqaadu ka cabiraan waxa ugu badan waa 60 casho weey 60 casho umusha kadib haddii dhiiggaasi uu sii soconayo waxa la xisaabinayaa inuu yahay dhabar furan oo la xisaabin maayo dhiigga umusha ama nifaaska la xisaabin maayo sida qaalibka ahna dumarka Soomaaliyeedna ay ictimaadaan waa 4 weeyaan dumarka Soomaaliyeedna sida ictimaadaan ee qaalibka dumarka u ahina waa 4 weey haddaba dhiiggii caadada ahkaamtiisa waa arki doonaa oo marka waxa weeye salaadii qoftii dumar ahayd way ka tagaysaa soonkiina way ka tagaysaa soomi mayso soonka way soo qalaynaysaa salaadana soo qalayn mayso waxa xaraana marka in loo galmoodo gabadhii caadada lahayd waxa xaraana in loo galmoodo wakadalika gabadhii nifaaska lahayd ama dhiiggii umusha lahayd in loo galmoodo xaraan buu noqonaya iyadoo faahfaahsan waa arki doonaa laakiin dhabar furanka ahkaamta noocaas ma khusayso oo qofka dumar salaadeedina waa tukanaysaa waana soomaysaa dhabar furanka noocaas xaalad baan leedahay dumarka dhiigga dhabar furanka uu ku dhaco waxa marka waxa way xaaladahoodu ay noqdaan 4 xaaladood bay noqdaan 4 xaaladood ayay noqdaan xaaladda koobaad gabadha dhabar furanka ku dhaco hadday garanayso caadi ahaan intii ay dhiigga lahaan jirtay waxay ku binaynaysaa caadadeeda hadday garanayso caadi ahaan dhiigga marka waxa weeye xaydku ama caadadu intii lahaan jirtay waxay ku binaynaysaa caadadeeda bay ku binaynaysaa oo tusaale ahaan qoftii dumar ahayd haddii caadi ahaan 7 casho uu ka iman jiray dhiigga caadadu kadibna dhabar furan ku dhaco oo dhiiggii markasta uu soconayo waxay xisaabsanaysaa 7 sano ay taqaanay ayay xisaabsanaysaa haddii marka waxa weeye taas aanay garanaynin muxuu ahaayay caadadeedii aanay garanayn ama aanay xasuusaninna waxa la oranayaa waa inay kala socdo dhiigagii waxaan ku kala soocaysaa waa furuuqii aan sheegnay farqiyadkii aan sheegnay dhiigga urtiisa iyo midabkiisa xinjirowga iyo sidii uu egyahay ayay marka waxa weeye ku kala saaraysaa haddii aanay kala saarin ama iskaga dhigaykaadaan ama calaamadihii isku qasmaanna ama labadii dhiig bay calaamadihii leeyihiinna waxay samaynaysaa marka waxa weeye oo ay tahay qof ku cusub dhiiggii aljadiida cala dam marka waxa weeye ay ku cusub tahay dhiig markii ugu horeeyay ka yimaado ay noqoto dhiig iska soconaya oo xad lahayn taa iyada ah iyo tii aan tamyiiska garanay ama aan kala soocaynin xukunkoodii waxa weeye waxa looga qiyaas qaadanayaa dumarka ay walaalaha yihiin ama dumarkii qaraabada yihiin waxa kaloo la yidhi dumarka muslimiinta ayaa looga qiyaas qaadanaya oo qaalibka muslimiinta dumarkoodu 6 casho ama 7 casho helaan dhiigga sidaasaa lagu socodsiinayaa oo curfiga ayaa loo celinayaa bay culimadu leeyihiin 4 xaaladood gabadha dhabar furan ku dhaco ayaa leh 4 farqina waxa u dhaxeeya xaydka iyo istixaadada ay u dhaxeeya muxuu ahaayay xaydkana waxa ugu yar been habeen iyo maalin waxana ugu badan 15 habeen iyo maalmahooda sida qaalibka ahina waa 6 ama 7 dhiigga dhalmadana hal mar baa ugu yar 60 cashana ugu badan sida qaalibka ahina waa 40 casho sida qaalibka ahina waa 40 casho dumarka xagga da'da managa tilmaanay da'da ugu yar ay ku heli karaan waa 9 sano weeye da'da marka ay kuga go'i karana way ku kala duwan yihiin oo waxad ma laha marka ahkaamta xaydku intaas ay marka waxa weeye muhiim ah inuu ardaygu madaxa ku qabto oo marka qofta dumarina ay ogaato kadibna ahkaamta kale ee dheeraadka oo arki doona insha Allah ta'ala باب الحيض هذا محله ومبحثه هذه الحيض ليش شيغنا waxa ku hoos jira ama kullamaan nifaaski ama dhiigga dhalmada oo sheekhu maan oran bab الحيض والنفاس لكن isku ahkaam weeye dhiigga xaydka iyo dhiigga nifaasku waa isku ahkaam weeye عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت عائشة waxa laga wariyaa inay jiri إن فاطمة بنت أبي حبيش gabadha فاطمة بنت أبي حبيش la yiraahdaa كانت waxay ahayd tustaxaadu mid dhabar furanta فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم dhabar furanka waxa looga jeedaa xidid baa furmaya kadibna dhiiggu soconaya oo dhiiggii sidoo dhalmana jirin xilligii caadada aan ahayn ayuu markasta soconaya dhiigaas marka waa xanuun weeye waa ahkaamta waxa keenaysa in laga hadlo waxa weeye wuxuu ku darsamaya ama wuxuu xidid la leeyahay dhiiggii caadada xidid la leeyahay
ومحمد اسكيد حجري قفتي دمر هيد مي صلاة كتجيسا مي صوت كتجيسا وهكذا كانت تستحاض وإذا الفرم يسوي فقال لها رسول الله رسولك صلى الله عليه وسلم وحوكيري إن دم الحيض ديج حيض كمية دم أسود يعرف وديج مدو ولا يقانوي ديج مدو ولا يقانوي فإذا كان ذلك هدي أرنكاء يهيو ديج حيض كمدوباء يهي فأمسكي كتوكسو عن الصلاة صلاة كإستاج وصلاة تكني فإذا كان الآخر هديك كلؤي هي فإذا كان الدم الآخر ديجي كلهدوي هي ومعناه دعيا فتوضئي ويسيسو أو وصلي تكو فتوضئي ويسيسو أو وصلي تكو بمعنى هدي هي ديجي إلى برفورن كأها تكو أي النبي التلمامي عليه الصلاة والسلام رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم أبو داود والنسائي وسوري ابن حبان حاكمنا وتصحيحيا واستنكره أبو حاتم الرازي وحكوت المامي حديث كونه منكر يهي وحنا ورينا يا عدي بن ثابت عن أبيه عن جده أبي أوجي لما يقانا لا يري سيدا درجة أبو حاتم الرازي ويقول حديثك ضعيف وهي وعكلوا حديثك ضعيف يا أبو داود أو منك وحويت المامين وضعيف يهي حديثك وحوت المامي ديقة حيضك ديقة مركة وحوين استحاطته إنه مركة وحوي فرق ود حيو فرق ود حيو وكبد يهي ديقة حيضك ويهي ديق مدوية ديقة سيدا عادي قال يقانا وعصان وياه لكن ديقة حيضك وديق مدوي يعرف النبي تلمامي عليه الصلاة والسلام وحلا كان معرفة ودمرك ويقرنا يا أنبالة تلمامي ديقي عدد ويقرنا وحكى العلماء الغرض بضيان مركب وحوي يعرف إلا يلاحظه يعرف إلا يلاحظه مركب وحوي أو معناه تقول عيو وحوليه هي أرب ليه يعني له عرف رائحة وحوليه هي عرف أرب ليه سيدا صقله مركب هذه تعالى يلاحظنا marka waxa waxa u dhacay macnuhu in urtiina lagu kala saaray marka nabigu wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wassalaam hadii dhigi aad ku garato urtiisi ama midabkiisa aad ku garato fa amsiki an as-salah salaadi ka istaag fa idha kana al-akhar hadii ki kale uu yahay fatawaddi wa salli waysiiso tuko ay nabigu tilmaamay calayhi salaatu wassalaam wa xadiis kale tilmaamaya xadiisku wuxuu tilmaamaya marka dhigi xaydka haduu qofta dumar u joogo ama caadada u joogto inaanay tukanaynin salaadana qalayn mayso waan arki doonaa ahkaamteeda laakiin dhigi istixaadada way u weysaysanaysaa wanagii baabkii horena ku tilmaanay in markasta dhiga dhabarfuranka qofta dumar ee qabta ay salaad kasta u weysaysanayso wanagii horaan u soo marnay nacam وفي حديث أسماء بنت عميس أسماء بنت عميس حديث كذا waxa ku jiray عند أبي داود ee أبي داود soo warinayo أسماء بنت عميس ayaa la yiraahdaa وحاسكي وقبي جعفر بن أبي طالب حاسكي وقبيوي وحيوه هجروتي أرض الحبشة وحان يقول الشيء أرض الحبشة أولاد بيقول الشيء وكبدها عبد الله بن جعفر بن أبي طالب هي يقول الشيء وكذب ملكي جعفر جريودي غزوة مؤتة وكل انتهي وحق قرسدي أبو بكر الصديق أي قرسدي فاطمة بنت عميس وعن كذا أسماء بنت عميس وحق بي جعفر بن أبي طالب كذب مؤتة كل انتهي أبو بكر بقول أبو بكر مركو قول سدينا وحاول شيء ويل بيقول شيء محمد بالو بحيي كذبنا مركو أبو بكر ننتهي علي بن أبي طالب أي مركو وحوي قول سدي وحنا يقول شيء ويل بيقول شيء وحلو بحيي يحيى عمر بن الخطاب نوحي ويدين شري رياضة فسر كده وحياد تقاني أو كعانة هيد رياضة سيد الله فسره جريدي علي كذب بيدمتي صحابية جليلة ويهيد ومركو فضل نوع عسلية ويهيد oo saxaabadaas ay guursadeen awlaadana u dhashay saddex saxaabi ay guursaday saddexdaba awlaad bay u dhashay Jaafar Abu Bakar Ali intaba marka awlaad ay u dhashay Umarna wuxuu weydiin jiray riyada fasirkeeda نعم وفي حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود وحكى سجنادي ولتجلس هفريسته في مركن باف كفريسته يعني باف بيكوشران أو فإذا رأت هذي أركته صفرة هرود هذي أركته فوق الماء به كسر ريه فلتغتسل هؤم ميلته للظهر ظهرك والعصر عصرك غسل الميلشاء واحدا كليه وتغتسل وأم لنساء للمغرب مغربك والعشاء عشها غسلا الميلشاء واحدا كليه وتغتسل وأم لنساء للفجر فجرك غسلا واحدا ميلشاء كليه وتتوضأ وحيويسي سنيسا وتتوضأ فيما بين ذلك انت وحول حيسنا وإويسي سنيس حديث كان
marka sixadiisa aad baa lagu hadlaa culimada qaalibkooda waa daciifiyaan marka waxa kurna laga qaadan maayo tilmaamaan maydashada qofta dumar ah marka ku waajibaysana waynu arki doonaa xadiiskan soo socda ayaa ka hadlaya وعن حمنة بنت جحش حمنة ساس الله ضبطنا بفتح الحاء وهي ولا عليه زينب بنت جحش زينب بنت جحش أي ولا عليه رضي الله تعالى عنهما وحقبي أو مركب وحوي كدنتي مصعب بن عمير مانكي مركب وحوي أحد بالدلي كذبنا وحو قرشدي طلحة بن عبيد الله وكملها طبنكي جنة لقوم شري لولا صحابي قرشدي مركب حمنة بنت جحش بالدلي زينب بنت جحش بي ولا عليه قالت وحيتلي كنت وحنها استحاذ قبل دبر فرنتها هايو حيضة كثيرة جدا دبر فرن بضم لها فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم نبي أيانويمي أستفتيه أنيقو مركب وحوي كفت وطل بياه أنيقو سؤال ويدينيه مركب أستفتيه بمعنى أسأله فتيا وحن ويدينيه بيتري فتيو أما جوابا وقبهنا فقال وحو النبي عليه الصلاة والسلام إنما هي إن كلامه وحوي ركضة هراتي من الشيطان كأهاته يعني الشيطان كهراتي وهراتي يديجن كيني فتحيضي والحيضي وحيض بالحساب 6 أيام لحم الموت أو 7 أيام أما تدوم الموت ثم كدبنا اغتسلي ميره فإذا استنقأت مركع الإصطاهرسو كصاف النغطو فصلي وحتكتا 24 لباتني أفر أو 23 أما صدح هي لباتن وهذه قولي إعادة حساب تطبع شو وحي مركع ظاهر ويسا وإسراد تكريسا صدح هي لباتن هذه اللي حساب تسنى مشي ظاهر ويسا إن تطبيع لباتن وهذه تطبع حساب سطو عفوا صدح لباتن وهذه تطبع حساب سطو صدق كيساس بروكية أفر هي لباتن وهذه اللي حساب سطو وماني كبرك لبني هالكرو كسوب بحنية وصومي صون مالمها لحي لباتنك أما صدح لاتك أما أفر لاتك وصلي تكو فإن ذلك أركاس يجزئك كقضية وكذلك فافعلي كل شهر بالكسر سدا سماء كما تحيض النساء سدا عادة أهلا طومرك وكله فإن قويتي هدي داوده على أن تؤخري إن دبدكتو الظهر ظهرك أو تعجلي الصهر مريسو العصر عصرك ثم تغتسلي كدبنا ميلته حين تظهرين حلق الظاهرود أو تصلي ثم تغتسلي والميلان له حين تظهرين مركب الظاهرود وتصلين الظهر والعصر جميعا وحانت كنيسة ظهر عصر يقو ودتشره ثم تؤخرين المغرب وحاد دبليسا مغربك أو تعجلين وحصهر من نيسا العشاء عشاء ثم تغتسلين كدبنا وحد ميلانيسا والميلانيسا وتجمعين واحد كل منيسا بين الصلاتين لبضى الصلاة والحدودة فافعلي سيدا سميع وتغتسلين كذب نواد ميلا مع الصبح صبحي لشركيسا أو تصلين صلاة فجر وتكن قال وحولي وهو أعجب الأمرين إلي لبضى أرهن إن دويسستو كليه يين المر لبضي صلاة بأميدته وحقي عجب قلم بدن أرهن كاللبات وهو أعجب الأمرين إلي الأمرين حلوته إذا لبضى أرهنه لبضى أرهن وحي كليهين سيدا إنه تهرب وتلماني إن أي تقف دمر هيدا دبر فرنتو ويسيسته صلاة ولا ويسيسته يين مركا لبضي صلاة بمر ميلته رواه الخمسة إلا النسائي نسائي مويا شنت بوا سوريين وعفرت سننت أهيو إمام أحمد مركا نسائي لقرر يبو عفرت كلا سوري وصححه الترمذي وترمذي نوا صحيحه وحسنه البخاري إمام البخاري نوا مركا وحوي تحسيني حديث. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم حبيبة بنت جحش عائشة حال قوري الله كرها لنغضي أن أم حبيبة إن أم حبيبة وبنت جحش أهيد شكت إلى رسول الله رسولك إلهي إن مكة أعبتي الدملي مركا أم حبيبة بنت جحش وحيضنا نظرتي زينب بنت جحش إيو مركا حمنا وحديثك هرين وصمرت وحنا اللي يدي وبا حمندي أن صمر نيوي ويدا كنية أم حبيبة لورنج علماء قارنا بكلا قاضي قارنا الله بكديجيان قارنا مد بيس كديجيان وحلي أم جحشي أنا رأيت أم حبيبة إيو مركا وحوي فاين محوها يسكبيت بين قرنيا حمنا إيو أم حبيبة يسكبيت بين قرنيا إيو ما هي وكلا الله
شكت إلى رسول الله رسولك صلى الله عليه وسلم بأعبتي الدم ديجي وعبته الدم ديجي وعبته فقال وحولي أمكثي هاي مكثك وحا laga wadaa in qoftii ay salaadii ka tagto umkuthi waxa degananaysa oo salaadii ka tagaysa qadra ma kaanat tayahatay tahbisuka haydatuki intii ay haydkaagu ka maqnaan jirtay salaada ka cidin jirtay ayaad markaa waxa weey fadhiyaysa oo aan tukanaynin thumma ghatasili kadibna maylo وكانت waxay ahayd taqtasilu midu maydhatay likulli salaatin salaad kasta midu maydhata ay ahayd wa habiba bint jahsh رواه مسلم إمام مسلم بحديث كورنية وفي رواية البخاري رواية ديسا وحكسقنا ذي وتوضئي وحدوي ستا لكل صلاة كستا وهي لأبي داود رواية سنة وحكسقنا أبي داود هي وغيره أبي داود غيرك من وجه أو آخر كلا بمعنى سنة كي كسوريان وأبي داود البخاري لبضب وأسقنا تيبون صدح لحديث وحديث كعائشة هي حديث كحمنة waxa ay ka hadlayaan mas'alada ah qofta dumar ee dhabar furalka qabta mixay sameynaysaa markay tukanayso mas'alada horena waa uga soo hadlay duruustii hore waxay nidhi qofta dumar ee dhabar furalka qabta salaad kasta way u weysaysanaysaa oo labadii salaadood ee faralka ahaa isku hal weyse ku tukan mayso waxaynu kala tilmaanay waxa la mid ah qofkaas oo kale qofkii kaadadu ka socotay salaatul boolka ahaba ayaa la mid ah axaadiista qaarkood oo sheegaysa qofta dumar inay u meedhanayso labadii salaadood waa mar ama maalinkii ay markaa waxa saddex jeer meedhanayso oo duhurka iyo casarka ay mar u meedhanayso maghribka iyo cishahana ay mar u meedhanayso salaada subaxna ay mar u meedhanayso axaadiista noocaas daciif weeyaan bay leeyihiin aimadu bayhaqi sigaara imaam an-nawawi iyo bayhaqi way uga hadlaan walaa bayhaqi sunankiisa hadal aad cajiiba fara badan buu ku taxaa oo baxthi nafiisa ayuu ku leeyahay waxaana imaam an-nawawi raxmatullaahi tabaaraka wa tacaala calayhi uu leeyahay marka waxa waajib kuma aha qoftii dumar ahayd inay u meedhato salaad kasta waajib kuma aha hadaba maxaa laga jawaabaya xadiiska marka waxa way tilmaamaya habiba bint jahsh ama hamna bint jahsh hadaynu isku mid ka dhigno inay salaad kasta u meedhanayso waxay culimadu leeyihiin sunnay ka ahaydo sunni ahaan bay marka sida u sameynayso inay xalaal mirato ayay sida u sameynayso laakiin qofta dumara marka ay dhabar furanto marka xilligii dhiiga caadada ay ku qiyaasayso garanayso xilliga markay meydhashadaas marka ku daahiroobaysaayo sidaas ay ahkaamtii marka waxa xaydka ay kaga baxaysaa waxa meydhashada ka dambeeyana salaad kasta way u weysaysanaysaa ma meydhanayso waajib kuma aha inay meydhato masaladu waadax ba filay وعن أم عطية waxa laga wariyaa waxa magaceeda la yiraahdaa نسيبة بنت الحارث الأنصارية نسيبة بنت الحارث الأنصارية يا ليلهدا صحابياتك ووينابي كمتهي نبينا عليه الصلاة والسلام جهادك لجلي جرتيو نيرس بيحي waxay ahayd dhaawaca ciidanka soo dhaawacma ay markaa daweyn jirtay maalinka Uhud si aad u fiican bay u dagaalantay culimadu leeyihiin nabigana calayhi salaatu wassalaam ee inantiisii ayay maydhay hablihiisii geeriyooday iyada ayaa maydhay culimadu leeyihiin xadiiskeedana wuxuu asal u yahay kala sooca ama kala saarka la kala saarayo marka waxa weeye dhiigii muxuu ahaayay xilligii duhriga iyo xilligii dhiigga caadada uu soconay qofta dumar goormaan oran dhiigii waa ka go'ay maxay ku kala saaraysaa maxay kala soconaysaa calaamad kamid calaamadihi ay tilmaamaysaa وعن أم عطية نسيبة بنت الحارث وياني رضي الله تعالى عنها قالت وحيتلي كنا وحان وهين هذان صحابيات كنا هين لا نعد كوا عن كتر بان وهين الكدرة عصوستا والصفرة هرودا بعد الظهر ظهر قال كذب أما ديجي استاجستي سكذب شيئا لبكوبا ناترين وهدي ديجي نجي استاجو وكذبنا ديعان هرودا أما ديعان مركع عصوصها يكيمادو فرجيكو كيمادو كما أننا ترين إنه كبد يهي ديجي مركا وحوي عادة إنه كبد يهي رواه البخاري وأبو داود البخاري وصوصاري واللفظ له لفظ نكي أبي داود ويان أبو داود أي سورني لفظ جان ويا صحيح البخاري كما شرتو بعد الظهر لفظ جاهي كما شرتو بعد الظهر شيئا انت هرون بكتشرته كنا لا نعد الكدرة والصفرة أيان مركا وحوي انت صب سورنا يا بخاري لكن بعد الظهر شيئا أبو داود بزيادنا
سيدا دراديد بحافظك وحوليه لفظي أبو داود باله وأنا مركا حويه صحيح ويه زيادة أبو داود بعد الظهر شيئا صحيح ويان وأنا حديثك تلمامية علاماتك تلمامية مركا وحويه قفت ضمري إن ديجي عادة كظاهر تهي وحكم إذا إن مركا ديجي عادة كذب وكيما دو مركا وحويه القصعة البيضاء وحليلها كتبت الفقه قال هذا القصعة البيضاء وحلقة شيدا مركا وحويه القصة البيضاء ده القصة البيضاء وحلقة شيدا ديعان كهرودا أما عصوسته مركب حوي ديك كذب إيمانية وحو دليل وياه ما خصوصينية إن قفت دمري أي مركب حوي أي كظاهر وده ديك عدد إن كظاهر وده وحكوا العلماء إليهن قفت الدمرها هدياني قصة البيضاء هلين وطمر كهلا أنا أهين سيدبه هو قرنيس وحكوا قرنيس أبي هدين علماء الجفاف إنه فرجي قلليه ومركب مرة يسوق هذا يسافرجي جوده وقلين haddii aan dhiig soo raacin ama qoyaan soo raacin waxay dhigan tahay in dhiiggaasi ka go'ay ayay ka dhigan tahay sidaas aan lagu garanayaa inay markaa waxa way taahirowday sidaas ayaa markaa waxa way lagu garanayaa inay taahirowday وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن اليهود أنس وحال قوريا إن اليهود كانوا أهايين إذا حاضت المرأة هدي قفت ضمر أيديها شو فيهم دحدودا لم يؤكلوها وحول ما يعونين ويسكفوا وديجي مركب حي عادة هديها شو ويسكفوا جينيا ويسكدر كينيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب النبي وحول عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء دمانتي سماية وقحاسكي مركب حوي وحلعنا وكاق دوادا والله هذا إلا النكاح إنا أقل موتى المويان إلا النكاح بمعنى إلا الوضع إنا أقل موتى المويان رواه مسلم إمام مسلم بحديث كورنية وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت عائشة وحي تلماميسا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم وحوها يأمرني مدي أمره فأتزر وانقنتني يعني مدي يرؤي بقبوها رسولك عليه الصلاة والسلام وفأتزر هو سكنت قايا الحدني فيباشرني ويلبى شالي وأنا حائض أنا ومركا ليقي عدد له متفق عليه بخاري مسلم أي مركا وحوي اسكوا فغي حديثك وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما صدح الحديث اسكو مسائل بك هضيان مركاساس سرعيني وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ابن عباس حال قوريا الله كرار النغضي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي رسوله كورنيه في الذي أي في شأن الذي شأن قام أرنك نكي يأتي ويمني أما وقلموني امرأته حاسكيسة وهي حائض يضع عدد قبته قال وحول رسولك يتصدق وصدق ذي سنيا دينار بصدق ذي سنيا أو بنصف دينار أما دينار بركي بصدق ذي سنيا رواه الخمسة أفرت سننتها يا أحمد باوري وصححه الحاكم حاكم نوى تصحيحي وابن القطان يحيى بن القطان بعد تصحيحي ورجح غيرهما لبدا غير كودن وحي ترجيحيا ووقفه وقف جيسا إنه حديثك ضعيف فيها وموقوف فيها أي مركة وحوي ترجيحيا وحوتيين وأنا سيدي حوق بدنوي بيهقي يا نسائي طارقني غير كودبا حيلين حديثكم موقوف وياه مسائل كسدح الحديث كهذا يا وحوي مسائل لحي إذا قفت دمر كيديق عدد الهيد مسائل لحي دوي وحري علماء ليهن ويسكوا فقصيهن قفت دمر عدد قبتين يعني بنانين إن لوق الموضوع قفت دمر مركب حوي ديق عدد قبتين ما بنانا إن لوق الموضوع ما بنانا وأنا بالإجماعوي وخلاف مله مسائل كمركب حوي الاسكوا فقصي كمتهاي حديث كمركب حوي أنسنا سي واضح وتلمامية إلا النكاح وتلي كلمة مويان القرآن كنا وكهذا فاعتزلوا النساء في المحيض يسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض أي التلمامية مسألة الله بعض حوي ما داموا أنه يريد كلمة حرام وي إن لبا شالو أما مركب حول دمكادو أما لو دوادو أما مركب حول لابطة لو قبتي وحلمت كاه محي حكم كيدو نغنية علماء waxay isku waafaqsan yihiin oo kale inay banaanta in qoftii dumar ay caadada lahayd aad marka waxa way laabta gelin karto ama dhunkan karto ama aad marka waxa mubaasharo la sameyn karto taasina marka waxa way waa banaan tahay oo inta u dhaxaysa la iska ilaalinaya xundurta iyo lowga inta iyada ah wixii aan ahayn hadii aad kala baasharayso way banaan tahay culimadu isku waafaqsan yihiin ama inta u dhaxaysa marka waxa way
xundurta iyo lowga inta u dhaxaysa miyay bannaan tahay in marka waxa weeye lagala baashaalo qoftii dumar ahayd ee caadada qabtay culimadu khilaaf marka waxa weeye ka jira agtooda culimada shaafiiciyada iyo marka waxa weeye culimo kale waxay leeyihiin ma bannaana qadiyada noocaasi ma bannaana waxaana daliishanayaan xadiiska iman doona ee marka waxa weeye fooq al-izaar ku xadeynaya inta lagala baashaalay fooq al-izaar ku xadeynaya walow aan waadix ku ahayn marka mafhuumkiisa xadiiska noocaasa ayay daliishanayaan culimo kalena waxay leeyihiin waa bannaan tahay oo marka waxa weeye waa u xalaal weeye waxa laynaga reebay kaliya waxa weeye galmadii oo kaliya laynaga reebay sida qur'aankuna uu sheegay xadiiska marka waxa weeye anasna uu tilmaamayo isna'u kulla shay'in ila an-nikah waana sida xooga badan weeye waana sida xooga badan adiladu marka waxa weeye ay tilmaamayso in marka ay bannaan tahay qoftii dumar ahaa in lagala baashaalo walow haba ahaato xundurta inta ka hooseysa ama lowga ka sarreysa haba ahaatee in marka waxa weeye taasina ay bannaanta waxa la iska ilaalinayaa waa in marka waxa weeye qoftii dumar ahayd marka waxa loo galmoodo ayaa la iska ilaalinaya waxa kale culimadu ay ka hadlaan qofta dumar ee dhiigii cadada leh laakiin dhiigii uu ka go'ay ee aan weli maydhan miya marka waxa weeye loo galmoonaya taasina inay xaaraan tahay way culimadu tilmaamayaan oo aanay bannaanayn waxay ku bannaananaysaa waa inay maydhato kadib wey waa inay maydhato walow dhiigii cadadu haba ka go'e inay maydhato ayay ku bannaananaysaa ama alistixaada ama almustaxaada qoftii dumar ahayd dhabar furanka uu ku dhacay miyaa yada waa bannaan yahay marka waxa weeye galmadeedii waa bannaan tahay oo wax marka waxa weeye diidaya ma jiraan waayo qur'aanka iyo sunnuhu waxay diideen ama xadiiska iyo qur'aanku waxay diideen marka waxa weeye gabadhii dhiigga caadada lahayd bay diideen ee dhabar furankii la mid ma ah waxa kale culimadu isweydiiyaan xadiiska ibn Cabbaasna uu ka hadlaya ninkii ku dhacay marka waxa weeye qoftii dumar ahayd u tagay iyadoo dhiiggii caadada leh muxuu noqonayaa kafaaro miyuu lagu leeyahay mise laguma laha kafaaro miyaa lagu leeyahay mise laguma laha waxay culimadu leeyihiin oo isku waafaqsan yihiin inuu ninkaasi dembi ku dhacay ay waajib tahay inuu toobad keeno axaadiista qaarkood oo kafaaro tilmaamaysa sida xadiiska ibn Cabbaas iyo axaadiis kale culimadu waxay leeyihiin daciif weeyaano marka waxa weeye ma sugnaanin in kafaaro laga doonayo wax sugnaaday ma aha xadiista noocaasina waa mudarib bay leeyihiin laakiin waxay isku waafaqsan yihiin inuu ku dhacay dembi inuu ku dhacay culimada qaarkoodna kabiira min alkabaa'ir ayaabay gaadhsiiyaan marka masaa'ilka saddexdaa baa khuseeya saddexda xadiis aan soo marnay masalada koowaad waa inaanay bannaanayn in loo galmoodo masalada labaad waa inay bannaan tahay in la mubaashareeyo masalada saddexaad waa in la isku khilaafay maa bayna asurati waalrukba mubaasharadeeda raajixuna uu yahay inay bannaan tahay masalada afraad mustaxaadadii iyo gabadhii dhabar furanka lahayd inay markaa bannaan tahay galmadeedu masalada afraadna qofta dumar ahi haddii aanay marka waxa weeye maydhanin walow dhiiggii baa ka go'e inaanay bannaanayn in loo galmoodo ilaa ay maydhato marka masaa'ilka noocaasa ee lixda gaadhaya ayaa saddexdaa xadiis khuseeya وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال وعن ابي سعيد ابن عباس امرني وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحود عليه الصلاه والسلام اليس مياني اهان اذا حاضت المراه هوينيدي هدي ايديك هشو لم تصلي ميدان تكن مياني اهان ولم تصم مد سومي صغير كيد مياني اهان بمعنى اليس اذا حاضت مياني اهان هدي ديجي عدد اي كتمادو المراه غبدي لم تصلي ميدان تكنين ولم تصم ميدان سومين متفق عليه بخاري ومسلم بحديث كسو صاري في حديث طويل حديث دير بان كسو صاري qofta dumar ee dhiigga cadada leh ama dhiiggii dhalmada leh inay salaadii ka tegayso waa la isku waafaqsan yahay waana tukanaynin waana ka xaaraan wakadalika asiyaam inaan soomaynin waa la isku waafaqsan yahay laakiin soonka waa soo qalaynaysaa salaadii soo qalayn mayso waana intaana waa la isku waafaqsan yahay illa khawaarijta mooyaane oo waxay leeyihiin khawaarijtu salaadiina way soo qalaynaysaa naam laakiin wax sugan ma وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت عائشة وحال قورية لما جئنا مركيان نمي سريف لما جئنا سريفا مركيان ماشى السريف ليلة هذا النمي حط وان عاددي وان هلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم سريف وملء دو مقالة مكو دوية مركي النبي عليه الصلاة والسلام وصوحة جنيه أي راعي عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها ماشى أنا سريفا أهنا لما رأيه أي ديجي عددهش فقال النبي وحولي صلى الله عليه افعلي وحد سميسا ما يفعله الحاج قفك حجينا يا وحو سميو
غير أن لا تطوفي إن أنا تكون ضوافين موياني بالبيت كعبة إلى أن تكون ضوافين حتى تظهري إلا طاهر وضوء. متفق عليه بخاري ومسلم بحديث كصوصاري في حديث طويل حديث دير أيام مركب حويه انت وكسوقات حافظكم وحانو تلمام يا محل الشاهد كخصية باب كينا خصية درادي وانت وكوصدي لكن حديث دير ويو حج النبي عليه الصلاة والسلام يقابك أها يكهضيه مسألة وكهضيه حديث كان وحوي قفت دمر يديكي عدد هشة يدو أحماشي حج كل حجرته ما حي صمينيس waxay culimadu leeyihiin iskuna waafaqsan yihiin inay xaraan ka tahay qoftii dumar ahayd ee dhiigii caadada lahayd ama dhiigii dhalmada lahayd inaan markaa waxa way u banaanaan inay ku dawaafto kacbada uma banaana haday ku dawaafto ku ansixi maayo waxa kale oo markaa waxa way culimadu ay tilmaameen inaan loo diideynin manaasigtii xajka ee ay xajka sidiisa u gudanayso inay dawaafto mooyaan dawaafka iyo labadiisa ragcadood ee ka dambeeya لبدا من صبيد ميس لو منا أقوله بالإجماع علماء أنت واسكوا فقصيه ابن جرير النووي غير كتبة وائت الماما وحكى له لقى قادنا أيام وحديث كدليل هي إن دمان أعماشها حجك أي كأنصح يسقفت الدمر هيد طوافكم وياه افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت أي النبي عليه الصلاة والسلام حتى تظهري إلا أطاهر وضوء كضواف ميسد كعبدا ومركع تجي ميسد لكن وحي حجك أعماشي ساهي كلاوي صمينيس. وعن معاذ رضي الله تعالى عنه معاذ حلقوريا أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم إنه ويدي معاذ ما يحل معاذ ولا قرنيا معاذ بن جبل أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم إنه ويدي ما يحل وحو حلاشاه للرجل نك وحو حلاشاه من امرأته حاسكيس وحلاشاه وهي حائض حال أيديكي عدد ليدهي فقال وحول النبي ما فوق الإزار انت كسر رئيسا مركا وحوي إزارك وهزقنتك أيا وحلال أبو تلمام النبي عليه الصلاة والسلام رواه أبو داود بحديث كوننيا وضعفه وضعيفي حديث أبو داود وضعيفي حديثك شواهد بدن بوليه سيدا دراديد يعني أسانيد كالدوان وسمر خاتف رئيسا يليه سيدا دراديد بعلمة إليه وحسن وحديث حسن ويصبنا دوي هذا بحديثكم حوت المامية حديثكم مسألة وكهل يا وحوي قفت دمرة عيادة له حدي مركا وحوي ديجي عيادة يضع له إن لو تقام بنانا ونجت المانية حديثتي قرآن فنو كهل لكن مباشرة دي محاوة حلالة قفكي إن ربا شاري وحرمي محاوة حلالة كدون حديثكم حوت ما فوق الإزار أنت هو زكودك كسر رئيسا أيام مركا وحوي حلال كاغا أهوالة المامة سيدا درادد بعلماء الشافعية حديث كان ويدري شدان وحنا يلاهدان وحلقة فهمية إن أنا بنانين إن مركا للبا شارو إنت أود حيسا مركا حندورته إلا اللوغة إنت أود حيسا إن للبا شالا إلى أن بلانين بيت المامية لكن حديث كان يسيدي بين سوا فتلنا حديث كي اصنعوا كل شيء إلى النكاح شيء لما أنت سمية نكاح يقول كم يعني يقول كنا كانوا حلقوته إلى بمعنى الوضع وقال مريئة حديث كسوحة المامة يا شيء كستو مباشرة أما باشاله ونك مركا حاسك صدح مرية يدعو عادي له إنه محي إنه بناية وحن كلمة كاهي مركا فوق هذا شافعية مفهوم كحديث كده اللي شيران يقول حراتين ما بنانا حندورته إلا لو أنت ولا حيسا إن لا مباشرة ما بنانا هذا واحد لنا هاي حديث كهراء أنس منطوقس هي مفهوم كأي فوق هذا قاركود ودري شدين حديث كده اللي شدينا أي خلاف سن منطوق مفهوم هذا سكوري ما دانا وحلا الرئيسية منطوق على الرئيسية حوق بدن سيدا درادد بين النري ويبنان تهي إن مركا وحوي قفكو لم مباشرة ولا حاسكيسي يدعو عدد إليه أنت ولا حيسا حدونت إلا لوجا أنت ولا حيس مركا حوي سيدا دراددنا أي مركا وحوي قولك كله أي أمرنا وحي فقهاء تلمامان وكله قفكو هذو نفتي سكبقوه إنه هنكره ومركا وحوي هديد مباشرة إلى سيدارات أي قلما لجارس قلما أي حارانته إنه سكدا يا أفضل بدن إنه سكدا أي أفضل بدن وإلا من حيث الأصل وبنانته هي وحمركا وحوي الوضع لجو حارانته نمايو لما هيو حديث كان مفهوم كيسو وحوم صريح كوي يسدا كله لكن مفهوم كيسا وحا كهري من أي حديث كله أنس اصنعوا كل شيء إلا النكاح وحي كلو كسي حوتيا فقهاء حديث كسنة كيسا ولا هذا
علماء قارنا ضعيفين سيد أبو داود بين وتعالى ولو مركع شواهد هي شيء لكن حديث صحيحين كاهي صريحنا مسألة وكويه وأنا أنصحي وإنه أنصحي وحمرني كبتاينا سيدا درادي تانا وكذب جيان. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت أم سلمة حلقة وريا الله كهل نقضين تلي كانت النفساء ضمر كأم لا وحي هاين تقعد في عهد النبي قال كتج صلاة يصونك عهد النبي بعد نفاسها مركب أمولا كذب 40 يوما أفرت المالين بكتجين. رواه الخمسة أفرت سنن أحمد باوري إلا النسائي نسائي موياني واللفظ لأبي داود لفظ أبي داود باله أو في لفظ له لفظ كلو يسقى سنادي ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ما أنو أمر بقضاء صلاة النفاس صلاة دي كغتغين ديغا دلمدا ما أنو أمر النبي عليه الصلاة والسلام. وصححه الحاكم إن سوق ليان لما أمر يعني وصححه الحاكم حاكم نواء صحيحين. علماء المسلمين وحسكوا فقصيهين إن ديغا دلمدا قفت دمري هديها شو إن صلاة دي كتغيسو أفرتن مع المود إلي كتغيسو marka xadiista waa ku waadix weeyaan marka waxa weey inay marka waxa طهاره aragto inta ka hormoyaan طهاره inay aragto ka hormoyaan bimacna in dhiigi ka istaago oo marka dhiigi ka joogsado inta ka hormoyaan inay afartan casho salaadina ka tagayaan ayaa marka xawla tilmaama in ay salaadii ka tagayaan hadii marka waxa weeye afartan ka casho ka hor ay taahirowdo way meeranaysaa كدبنا مركب حوي ديجي ساسو كاغوي لكن انت غالب كاهي سدا غالب كاهي مركب حوي واللحن 10 سدا فقهاء الشافعيه باي شيغان ولو علماء قار اي كدغين ناس كانوا مسلمين اي كدغين او يراهدين افرتن وحي كبدني waxa حسابينيا استحاضه لا حسابينيا افرتن 10 وحي كبدن استحاضه لا حسابينيا لكن سدا راجحه لحدا اي مركب حوي وحي كبدن اي مركب حوي لا حسابينيا استحاضه غالب كنا افرتن ويان سدا انه بابك مركي انه بلابينيبا انه مركب حوي أيرو تلماني. باب الحيض إلى كتاب الطهارة هل كان سكون ماضي وأنا مركب كتاب كوباد كم إذا هاي كتاب كبلوغ المرام كم إذا كتاب الطهارة وكتاب كوباد كم إذا مركب بلوغ المرام كم إذا. نعم. كتاب الصلاة من سوى ضمن ساعة سبتوشنا.